البنك المركزي النهارده وبالتحديد لجنه السياسات النقديه خدت قرار كان متوقع بخفض الفايده، ولما بقول متوقع فده سببه ان الاستاذ محمد الاتربي رئيس التنفيذي لمجلس اداره البنك الاهلي فقالوا اكتر من مره وفي تصريحات له ان الاتجاه هيبقى لخفض الفايده. خفض الفايده اللي تم النهارده كان بواقع 225 نقطه اساس، يعني 2.4% على الايداع والاقراض لليله واحده. يعني الايداع هيكون العائد بتاعه 25% والاقراض هيكون العائد بتاعه 26%. يعني البنك المركزي هيسلف البنوك بفايده 26% وهيديهم عائد على الايداع 25%. طبعا احنا كبرنا ومش هنقول احنا مالنا، دي تعاملات البنك المركزي مع البنوك، لان التعاملات بتاع البنك المركزي مع البنوك بتبقى استرشاديه، او اسعار الفايده دي بتبقى استرشاديه للبنوك في تعاملاتها بقى مع المواطنين، وبالتالي على اساسها البنوك بتحدد هي هتاخد من المواطنين فايده قد ايه على الفلوس اللي هتديها لهم على القروض يعني، وهتديهم فايده قد ايه على الفلوس اللي هيحطوها عندها اللي هو على الايداع، لان البنوك هدفها الاول هو الربح، وبالتالي اكيد اسعار الفايده على الشهادات اللي عائدها ثابت هتتغير، والشهادات اللي عائدها متغير فدي الله يرحمها هتتغير من يوم الثلاث طبعا. الشهادات الثابته فاللي عمل واللي ما عملش في الغالب بنسبه كبيره جدا الشهادات دي هتتلغي وهيتعمل شهادات جديده بفايده اقل علشان تتناسب مع الفايده بتاعه البنك المركزي، ما البنوك مش هتدفع من جيبها. الموضوع ده بقى هيفرق معاك في ايه؟ فده على حسب انت فين وبتعمل ايه. لو انت عايش على القروض تشتري كل حاجاتك بقروض، هو ده اسلوب حياتك، فانت هتتبسط قوي لان الفايده على القروض هتقل. ولو انت رجل اعمال وبتشغل فلوسك او انت تاجر وبتحتاج ان انت تاخد قروض علشان توسعات، فانت برضه هتتبسط لان فايده القروض هتقل. اما بقى لو انت مواطن عادي لا بتشتري بالقروض ولا عايش على القروض وسايب فلوسك في البيت صايعه او سايبها تحت البلاطه او سايبها في البنك صايعه مش مربوطه في شهادات او في وثائق ادخاريه او في صناديق او فانت هتزعل. ليه بقى؟ لان اولا قيمه الفلوس بتقل، انت سايبها قيمتها بتقل. ثانيا الفايده لو انت عايز تربط شهادات بفايده عاليه فالشهادات دي هتتلغي، وبالتالي فانت خسرت العائد اللي انت كان ممكن تاخده. لو انت حاطط فلوسك في صناديق فالصناديق 100% الفايده بتاعتها هتقل. لحظه بس سريعه خدت بالي منها وانا بمنتج، انا هنا بتكلم على الصناديق منخفضه المخاطر مش الصناديق مرتفعه المخاطر، لان في صناديق منخفضه المخاطر دي بتبقى صناديق بتستثمر اصلا في اذون الخزانه الحكوميه وفي السندات الحكوميه، وبالتالي الفايده على الحاجات دي زي ما انا هقول لسه في فيديو هتقل، فالصناديق دي اكيد العائد بتاعها هيقل. مش بتكلم هنا على الصناديق عاليه الخطوره، وعشان كده بقول اللي ربط شهادات عائد اعلى فهو خلاص عدى. مع ان للعلم بس انا ما بتكلمش هنا في جدوى الشهادات، لان انا كنت عامل فيديو قبل كده ممكن تشوفوه من الاي دي عن جدوى الشهادات. يعني انا ما بقولش هنا ان الشهادات احسن ولا الذهب، لان اللي بيعمل الشهادات هو واحد عايز دخل شهري. الذهب ده استثمار طويل الاجل، العقار استثمار طويل الاجل. طبعا الذهب يكسب ويحقق عائد اعلى من الشهادات 100 مره، بس الذهب مش هيجيب لك دخل شهري تصرف بيه على نفسك وتمشي بيه حياتك. نفس القصه في العقارات، العقارات تكسب اكتر من الشهادات 100 مره، بس انت العقار مش هيصرف عليك الا لو انت بتأجر العقار ده، ساعتها العقار ده بيحقق لك عائد اكيد هيفوق عائد الشهادات. العقارات هتحقق عائد اعلى من الشهادات، العقارات هتحقق عائد اعلى من الشهادات، بس ازاي؟ يعني ما تحسبهاش ان انت لو شاري شقه مثلا ب 2 مليون جنيه فال 2 مليون جنيه دول لو مربوطين في شهاده 23.5% هيجيبوا لك في الشهر تقريبا 39,000 جنيه. هل العائد الايجاري 39,000 جنيه؟ لا طبعا، ولكن انت في العائد ايجار انت بتاخد عائد ايجاري زائد احتفاظك بالاصل اللي قيمته بتزيد، فانت ال 2 مليون جنيه بقى مش هيبقوا 2 مليون جنيه، ال 2 مليون جنيه بيزيدوا وفي نفس الوقت انت بيجي لك عائد ايجاري. لكن ده ما بيحصلش في الشهادات، انت في الشهادات بيجي لك عائد كبير لكن ال 2 مليون جنيه زي ما هم قيمتهم بتقل مع الوقت. ال 2 مليون جنيه اللي هيجيبوا شقه النهارده مش هم ال 2 مليون جنيه اللي هيجيبوا نفس الشقه السنه الجايه ولا الشهر الجاي ولا بكره. انا هنا بتكلم على المواطن اللي مضطر يعمل شهادات لان هو محتاج دخل شهري يصرف عليه. فالمواطن ده لو ما ربطش شهادات بالفعل بعائد اعلى فهو خسر بقرار نزول الفايده ده. ليه بقى البنك المركزي خد القرار بتاع خفض الفايده ده؟ رقم واحد، علشان يقلل تكلفه الدين العام. البنك المركزي او الحكومه بتستلف عن طريق حاجه اسمها اذون الخزانه، اذون الخزانه دي لها فايده، فلما البنك المركزي قلل الفايده زي ما انا لسه قايل الفايده على الصناديق واذون الخزانه ايه اللي هيحصل فيها؟ هتقل، وبالتالي البنك المركزي هيستلف بفايده اقل، الدين العام تكلفه الدين العام هتقل. سبب كمان عشان الاقتصاد ينمو، علشان الاستثمارات تزيد، علشان التوظيف يزيد، علشان بدل ما الناس حاطه الفلوس في البنوك بتجيب فايده وما بيعملوش مشاريع او استثمارات، لا يسحبوا بقى الفلوس من البنوك ويروحوا يعملوا مشاريع واستثمارات ويوظفوا ناس العجله الاقتصاديه تتحرك. طب وهو لما كان بيرفعها اصلا كان بيرفعها ليه؟ كان بيرفعها عشان يحارب التضخم ان الاسعار بتزيد، الارتفاع المستمر في مستوى العام الاسعار عماله تزيد، فالبنك عايز يحارب
بيحارب التضخم. ايه اللي بيخلي الاسعار تزيد؟ ان السلع المعروضه في ناس عايزين يشتروها، في ناس معاهم فلوس وعايزين يشتروها. انا عارض السماعه دي وفي 10 واقفين على الباب عايزين يشتروها، فالبنك المركزي عايز ان السماعه دي سعرها ما يزيدش. فهيعمل ايه عشان سعرها ما يزيد؟ ايه اللي يقدر يعمله عشان سعرها ما يزيدش؟ انه ياخد الفلوس من ال10 اللي واقفين دول، يخلي ال10 اللي واقفين على الباب دول ياخدوا فلوسهم يحطوها في البنك، وبالتالي انا بعد ما كانوا هم 10 بقوا واحد، فانا بعد ما كنت ببيع بسعر عالي مضطر ان انا انزل بالسعر، لان الطلب على السماعه ما عادش عالي. الناس خدت الفلوس، بدل ما كانوا واقفين على الباب عايزين يشتروا السماعه بقوا حطوا فلوسهم في البنك وما فضلش واقف على الباب غير واحد ولا اتنين. فانا خلاص واحد ولا اتنين، انا مش هقدر ارفع السعر بشكل عالي لان هم ياخدوا بعضهم ويمشوا. هل في الفترات اللي فاتت البنك المركزي لما رفع اسعار الفايده التضخم قل؟ هو الحقيقه يعني المعروض برضو كان بيقل. يعني دي السماعه دي بقى اختفت مع انتوا عدد الناس اللي واقفين يشتروها قال له، والسماعه هي كمان اختفت. يعني مش عايز اتكلم في الموضوع ده كتير، لكن هو حقيقه يعني انت رفعت الفايده قللت الفايده فالتضخم طلع لفوق. المشكله الاكبر واللي البنك المركزي بيخفض الفايده عشانها هو الركود التضخمي، اللي هو ايه بقى؟ اللي هو الاسعار بتزيد عشان انا السماعه دي تكلفتها عليها 2000 جنيه مثلا، فانا مش هبيعها اقل من 2000 ونص، لان انا اقل من 2000 ونص يبقى انا كده هخسر في ضرايب وفي تامينات وفي بتاع، وبالتالي الاسعار بتزيد والناس اللي واقفين بره معهمش فلوس يشتروا السماعه، وانت قللت الفايده علشان الناس تسحب فلوسها من البنوك وتشتري، برضو ما فيش حجم طلب كافي ان الناس تشتري السماعه. الناس برضو مش معاها، توصل لحاجه اسمها الركود التضخمي، ان السلعه سعرها ما بيقلش وفي نفس الوقت المستهلك مش قادر يشتري. يبقى السوق ايه؟ السوق بيتضخم وفي نفس الوقت راكد، مفيش حركه في السوق. يعني بالرغم من عدم وجود حركه في السوق الا ان الاسعار بتزيد برضه، وده احنا نشوفه فين؟ في العربيات، بالتحديد في العربيات وفي الشقق الاسعار عماله تزيد وبرضه الشراء مش عالي قوي. ما تقيسش ده على السلع اللي انت ما تقدرش تستغنى عنها. يعني انت بتاخد دواء، هل تقدر تستغنى عن الدواء؟ الدواء لما سعره يزيد انت هتشتريه برضه. ما تقيس ده على اللبن، ما تقيس ده على الرز، ما تقيس ده على الحاجات اللي انت مجبر تشتريها، ولكن قيس ده على الحاجات اللي انت مش مجبر ان انت تشتريها. هتلاقي ان برضه اسعارها بتزيد رغم ثبات او انخفاض الطلب عليها. يا ريت تدعمونا باللايك والشير والسبسكرايب، وان شاء الله نشوفكم في فيديوهات تانية. سلام عليكم.